السلام عليكم ورحمة الله. متابعينا الكرام على قناتكم معلومة ريفيو. طبعا احنا كنا تابعنا معاكم امبارح اولى لحظات رصف الطريق البديل لكوبري المندرة. زي ما احنا شايفين احنا كملنا معاكم امبارح البث المباشر وعملنا كمان فيديو. النهاردة بنكمل معاكم بقية رصف الطريق. تمام، زي ما احنا شايفين اهو، ده الحفر اللي عملته الصرف الصحي عشان يكملوا الشنايش بتاعتهم، لان الرصيف هنا لازم يكون موازي للرصيف اللي جنب النقطة بتاعة المرور. شايفين الرصيف داخل جوه ازاي؟ لازم الرصيف يطلع بره ويبقى بنفس محاذاة الرصيف ده. يمكن هو مش باين في الفيديو، هحاول اوضحه لكم اكتر من هنا. بصوا الرصيف اهو، الرصيف اللي هناك ده لازم يكون بنفس محاذاة الرصيف ده. فدلوقتي هم شغالين على القصة دي. هيتم طبعا حفر ده اللي شايفينه عشان الشنايش تكمل وتمشي جنب الرصيف التاني اللي احنا شايفينه هناك ده، فهتبقى نفس المحاذاة للرصيف اللي هنا والرصيف اللي هناك عشان يبقى كل الطريق ماشي بمحاذاة واحدة. فلسه بقى قدامنا شوية عقبال ما يكملوا رصف الطريق. طيب تعالوا بقى نكمل ونشوف الرصف وصل لايه. اخر حاجة احنا يعني شفناها امبارح معاكم في الفيديو، كان الطريق لسه ليه بقية في الرصف، اللي هو الجزء اللي جنب السور الحديد ده. تمام، فكان لسه ليه بقية في الرصف. النهاردة جينا لقينا فعلا يعني خلاص يعتبر نص الطريق انتهى من الرصف. وادي زي ما احنا شايفين اهو، خلاص هنا تم رصف الطريق لغاية البوابة القديمة بتاعت فتح الله. رصف بالكامل من اول نقطة المندرة لغاية الجزء اللي احنا واقفين عليه ده في المندرة. اسف، لغايه الجزء اللي احنا واقفين عليه قدام فتح الله وقدام البوابات بتاعته القديمه. فاضل بس الجزء اللي احنا بنتكلم عليه اللي هو هيتعدل الشنايش بتاعته عشان يبقى الرصيف كله بمحاذاه واحده. طيب زي ما قلنا امبارح برضو ان الكوبري بتاع المندرة مش هيتهد دلوقتي حتى بعد اكتمال رصف الطريق البديل. بعد اكتمال رصف الطريق البديل الكوبري مش هيتهد دلوقتي. ليه؟ لان طبعا زي ما قلنا منسوب الطريق عالي. تعالوا برضو هرجع بيكم دلوقتي للمكان بتاع الكوبري واوريكم المنسوب عالي ازاي، وهنشرح بقى ايه اللي هيتم لغاية ما يبدأوا في هدم كوبري المندرة. ادي زي ما احنا شايفين كده السفلتة من عند النقطة بتاعة المندرة لغاية فتح الله تمت خلاص كلها. زي ما احنا شايفين ماشيين على الطريق، وزي ما قلنا ان دي مش الطبقة الاخيرة، لسه في طبقة تانية هتتعمل بس بعد اكتمال الطريق بالكامل. تمام، الطريق زي ما قلنا قبل كده 5 حارات رايح و5 حارات جاي. الطريق اللي احنا ماشيين عليه دلوقتي 3 حارات. هيبقى اللي جاي من البحر اللي هو في وشنا، اللي جاي ده من البحر دلوقتي، واللي جاي من عبد الناصر هيجي يمشي على الطريق اللي احنا ماشيين عليه. اما الطريق التاني اللي هو جاي من ابو قير والمعمورة هيمشي في الاتجاه القديم لغاية ما يتم ازالة كوبري المندرة، واللي بادئ في اعادة تطوير الميدان بالكامل. يعني هو تطوير للميدان بالكامل بما فيه الميدان اللي هو بعد كوبري المندرة. تمام، فخلينا نشوف معاكم. تعالوا نشوف بقى ونشرح الطريق البديل اللي هو جاي من المعمورة واللي جاي من ابو قير. ادي تعالوا نكمل بس الطريق لغاية هنا ونرجع تاني معاكم نشوف وصلنا ليه.
ادي زي ما احنا شايفين اهو، ده احنا كده في الطريق العادي اللي بيودي لكوبري المندرة. تمام، ده كده الطريق اللي جاي من البحر اللي احنا ماشيين قدامه ده كده، ده الطريق اللي جاي من البحر. وادي فتح الله اهو، والطريق البديل ورا السور الحديد ده. تمام، هنا لو تلاحظوا هتلاقوا الطريق نازل. طب الطريق كان نازل ليه هنا؟ عشان اللي داخل كوبري المندرة، عشان المنسوب بتاع كوبري المندرة العربيات تخش فيه مرتاحة، مع ان كان بيحصل برضو حشر لبعض الاتوبيسات العالية والعربيات الكبيرة بتاعة النقل والكلام ده. تمام، المنسوب بتاع الطريق هنا كان لازم تعدي من الكوبري، لازم كان حوالي 3 متر 300 زي ما اليافطة محطوطة قدامنا اهي. الطريق بقى هنا نازل زي ما احنا شايفين كده، فاللي جاي من ابو قير هيجي المفروض يمشي في الطريق اللي احنا واقفين عليه ده دلوقتي، او الطريق التاني لسه يعني. فلازم يعلى ده، لازم المنسوب بتاع الطريق ده يعلى عشان اللي جاي من ابو قير هيمشي فيه. المنسوب بتاع الطريق ده اللي جاي من البحر ده هيبقى عكس، هيبقى نازل على البحر، يعني هيبقى فيه تحويله، هيبقى نازل على البحر، هيبقى جاي من ابو قير وجاي من المعموره وهينزل على البحر. تمام، فعشان يحصل ده لازم الطريق ده اللي جوه ده يخلص ويتسفلت ويتحول اللي جاي من البحر وعبد الناصر يمشي من جوه من ورا السور. اما الطريق ده هيبقى اللي جاي من ابو قير والمعموره وتوسو بس. طبعا لازم يرفعوا المنسوب اولا، فلذلك هيشتغل الطريق البديل ويقف الطريق ده هيبقى فاضي، هيشتغلوا عليه برضو لغايه ما يعلوا المنسوب بتاعه. تعالوا نوريكم المنسوب عامل ازاي هنا، الارتفاع بتاعه عامل ازاي اهو. شايفين المنسوب عن الطريق اللي احنا واقفين عليه؟ المنسوب عالي هنا، فلازم يعلى اكتر، لازم يعلى ويبقى بنفس محاذاة الطريق هنا، عشان اللي هيجي من ابو قير هيجي من جنب الجسم الكوبري من هنا، وهيجي يخش ينزل على الطريق هنا ويكمل ويطلع على البحر. تمام، خلينا نشوف ان شاء الله ايه اللي هيتم، وباذن الله ينتهي الطريق البديل ده ويخلص، وينتهي الطريق البديل ده ويخلص عشان يتم هدم الكوبري بعد كده. اهو زي ما قلنا المنسوب شايفينه عامل ازاي، فلازم يوصل لنفس المنسوب ده، وهو نفس المنسوب اللي هو الناحية التانية لناحية قصر المنتزه. لو انتوا فاكرين كنا عشان نخش الملك حفني من هنا، العربيات لما كانت تخش من هنا كانت بتطلع زي مطلعايه عشان تخش على الملك حفني هنا، فعشان كده الطريق علي بقى نفس الارتفاع بتاع الملك حفني، لان خلاص الكوبري هيتهد، فخلاص المنسوب اللي هو الواطي ده او المنخفض ده ملهوش لازمه، لازم نوصل للمنسوب اللي احنا واقفين عليه. تمام كده، منتظرين بقى تكملة السفلتة في الطريق هنا. بعد طبعا زي ما قلنا الرصيف ده هيترحل شوية، هيطلع بره شوية عشان يبقى بنفس المحاذاة بتاعت الرصيف اللي هناك. لازم هيبقى كله حذاء واحد، يعني احنا هنطلع كده عن الرصيف، يعني الرصيف ده اللي موجود على النقطة لازم هيطلع بالمحاذاة، يعني بمعدل البلدورة دي او قبل البلدورة دي بشوية، هيبقى بنفس النمط ده وهتبقى بنفس المحاذاة عشان يبقى الطريق كله محاذاة واحدة مفيهوش اي خلل. تمام، فاحنا بانتظار بقى لسه تكملة الشنايش هنا، وهنشوف ايه اللي هيتم لما يخلصوا بإذن الله الشنايش ويتم استكمال رصف الطريق عشان يشتغل بعد كده، وبعد كده يبتدوا في الطريق التاني زي ما قلنا،
ويهدموا الكوبري. تمام. بكده انتهت جولتنا النهارده، انتهى الفيديو بتاعنا النهارده. ما تنسوش اللايك والشير عشان يوصلكم كل جديد. تمام. وان شاء الله نكون بنقدم لكم حاجه مفيده. وكل سنه وانتم طيبين بمناسبه عيد الاضحى المبارك. اعاده الله علينا وعليكم باليمن والبركات. طبعا خلاص كلها ايام تفصلنا عن العيد، وعندنا العشرة بتوع ذو الحجة ناس بتصومهم. فيا ريت دعواتكم لينا ولكل أهلنا في مصر وفي كل الدول العربية، وبالتحديد كمان في فلسطين دعواتكم ليهم بالثبات والنصر بإذن الله. أشوفكم إن شاء الله على خير في فيديوهات جاية كتير. وما تنسوش اللايك والشير، والسلام عليكم ورحمة الله.